عليكم. اليوم راح نتكلم عن حكام الدولة السعودية منذ تأسيسها حتى يومنا هذا. مؤسس الدولة السعودية أو ما عرف بعد ذلك بالدولة السعودية الأولى هو الإمام محمد بن سعود. محمد بن سعود ابن محمد ابن مقرن من ذرية مانع المريدي مؤسس إمارة الدرعية. مانع المريدي أسس إمارة الدرعية في عام 800 للهجرة، تقريبا عام 1400 للميلاد، وحكم بعده 14 أميرا من ذرية مانع المريدي حتى وصلت إلى الإمام محمد بن سعود، وهو الأمير الخامس عشر من ذرية مانع المريدي. لكن محمد بن سعود هو أول من نقل هذه الإمارة إلى مستوى الدولة. محمد بن سعود حكم الدولة السعودية الأولى من عام 1139 للهجرة حتى عام 1179 للهجرة، الموافق 1727 للميلاد، حتى عام 1765 للميلاد، قرابة 40 سنة. 20 سنة منها قبل دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب، و20 سنة منها كانت مع أو بعد استضافة الإمام محمد بن سعود للإمام محمد بن عبد الوهاب. خلف الإمام محمد بن سعود ابنه عبد العزيز بن محمد، الذي حكم أيضا قرابة 38 عاما من عام 1179 للهجرة حتى عام 1218 للهجرة، حتى تم اغتياله على يد رجل كردي أو عراقي على حسب اختلاف الروايات. قدم إلى الدرعية وادعى بأنه من أتباع الإمام عبد العزيز بن محمد، لكنه غدر به وقتل الإمام عبد العزيز بن محمد. خلف الإمام عبد العزيز بن محمد ابنه سعود بن عبد العزيز، الذي حكم قرابة 11 عاما من عام 1218 للهجرة حتى عام 1229 للهجرة. بعد وفاة الإمام سعود بن عبد العزيز خلفه ابنه عبد الله بن سعود. عبد الله بن سعود حكم قرابة 4 سنوات فقط من عام 1229 للهجرة حتى عام 1233 للهجرة، الموافق من عام 1814 للميلاد حتى عام 1818 للميلاد. في تلك الفترة أتت حملات محمد علي باشا بقيادة ابنه إبراهيم الذي حاصر الدرعية، وقبض على الإمام عبد الله بن سعود الذي سلم نفسه لإبراهيم باشا، وأبعد الإمام عبد الله بن سعود إلى مصر ثم إلى اسطنبول، وهناك أعدم. وبمقتل الإمام عبد الله بن سعود وباستشهاد الإمام عبد الله بن سعود تكون الدولة السعودية الأولى التي استمرت قرابة 94 عام قد انتهت. لم يستمر سقوط الدولة السعودية طويلا، 7 سنوات فقط، حتى عاد الإمام تركي بن عبد الله وأسس الدولة السعودية الثانية التي عرفت بعد ذلك بالدولة السعودية الثانية. تركي بن عبد الله ليس ابنا لآخر حكام الدولة السعودية الأولى عبد الله بن سعود، بل هو تركي بن عبد الله ابن محمد ابن سعود، ويعتبرون الفرع الثاني من نسل أو من عائلة آل سعود. الفرع الأول عبد الله بن سعود وإخوانه أبناء الإمام سعود بن عبد العزيز كلهم انقطع نسلهم وليس لهم ذرية موجودة حاليا. الحكام الموجودين حاليا هم ذرية تركي بن عبد الله ابن محمد ابن سعود. حكم الإمام تركي مؤسس الدولة السعودية الثانية 9 سنوات من عام 1240 للهجرة حتى عام 1279 أو 49 للهجرة، عندما قام ابن أخته مشاري بن عبد الرحمن باغتياله. عندما كان الإمام فيصل بن تركي موجودا في الأحساء، قام مشاري بن عبد الرحمن باغتيال خاله تركي بن عبد الله وحكم الرياض، لكن الإمام فيصل بن تركي عاد إلى الرياض سريعا وقام بقتل مشاري بن عبد الرحمن، وأصبح الإمام فيصل بن تركي هو الإمام الثاني للدولة السعودية الثانية. الإمام فيصل بن تركي حكم فترتين، الفترة الأولى من عام 1250 للهجرة حتى عام 1254 للهجرة. بعدها أتت قوات المصرية، قوات محمد علي باشا، وقبضت على الإمام فيصل بن تركي وذهب به إلى مصر، ومكث قرابة 5 سنوات. عاد بعدها في الفترة الثانية من عام 1259 للهجرة حتى عام 1282 للهجرة،
وحكم فيها قرابة 23 سنة. تعتبر هذه السنوات هي الفترة الذهبية للدولة السعودية الثانية. بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي حكم بعده الإمام عبد الله. عبد الله حكم على فترتين، لكن حصل خلاف بين الإمام عبد الله بن فيصل والإمام سعود بن فيصل بن تركي، وحصلت بينهم حروب. حكم في الفترة الأولى الإمام عبد الله من سنة 1282 للهجرة حتى عام 1288 للهجرة، قرابة 6 سنوات. بعد ذلك استطاع الإمام سعود أن يدخل إلى الرياض، وخرج منها أخيه الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي. حكم الإمام سعود 3 سنوات فقط، من عام 1288 للهجرة حتى عام 1291 للهجرة، عندما توفي الإمام سعود بن فيصل بن تركي. عاد بعدها أخيه الإمام عبد الله وحكم الفترة الثانية، وهي قرابة 12 سنة، من عام 1293 للهجرة حتى عام 1305 للهجرة. بعد وفاة الإمام عبد الله خلفه أخوه عبد الرحمن. طبعا كانت هناك خلافات ومعارك كثيرة في هذه الفترة بين الإخوة وبين حكام الرشيد، خصوصا محمد بن رشيد المهاد. حكم الإمام عبد الرحمن 2 سنين فقط، من عام 1307 للهجرة حتى عام 1309 للهجرة. خرج بعدها الإمام عبد الرحمن من الرياض، واستولى محمد بن رشيد على الرياض، وبذلك تكون الدولة السعودية الثانية قد انتهت. وهذه الدولة استمرت قرابة 69 عاما فقط. لم يستمر سقوط الدولة السعودية طويلا، 10 سنوات فقط، عندما عاد الإمام عبد العزيز ابن آخر حكام الدولة السعودية الثانية الإمام عبد الرحمن. عاد واستعاد الرياض في عام 1319، وبهذا التاريخ تكون قد أسست الدولة السعودية الثالثة. الإمام عبد العزيز، أو ما عرف بعد ذلك الملك عبد العزيز، جلس أو مكث 30 سنة يوحد المملكة العربية السعودية، من عام 1319 حتى عام 1351 للهجرة، يوحد هذه البلاد، وانتهى توحيد البلاد في عام 1351 للهجرة. بعد ذلك حكم المملكة العربية السعودية، وأصبح اسمه ملك المملكة العربية السعودية، من عام 1351 للهجرة حتى عام 1373 للهجرة. 21 عاما حكمها الملك عبد العزيز، فيكون مجموع حكم الملك عبد العزيز من دخوله إلى الرياض حتى وفاته 50 عاما. بعد وفاة الملك عبد العزيز خلفه ابنه سعود. الملك سعود مكث 11 سنة يحكم المملكة العربية السعودية، من عام 1373 للهجرة حتى عام 1384 للهجرة، عندما قامت الأسرة أبناء الملك عبد العزيز بعزل الملك سعود وتنصيب الملك فيصل ملكا للمملكة العربية السعودية. الملك فيصل أيضا مكث 11 سنة، من عام 1384 للهجرة حتى تم اغتياله في مكتبه عام 1395 للهجرة. بعد استشهاد الملك فيصل تولى الملك خالد ملكا للمملكة العربية السعودية، تولى الملك خالد الملك في المملكة العربية السعودية 7 سنوات، من عام 1395 للهجرة حتى عام 1402 للهجرة. بعد وفاة الملك خالد تم تنصيب الملك فهد، الذي أصبح بعد ذلك أو عرف بعد ذلك بخادم الحرمين الشريفين، وهو أول من تلقب بهذا اللقب. قبل الملك فهد كان يطلق على الملوك جلالة الملك. الملك فهد حولها إلى خادم الحرمين الشريفين. فحكم الملك فهد رحمه الله من عام 1402 للهجرة حتى عام 1426 للهجرة، قرابة 14 سنة. بعده خلفه أخيه الملك عبد الله رحمه الله، الذي استمر لقبه خادما للحرمين الشريفين، واستمر هذا اللقب حتى يومنا هذا مدة 10 سنوات، من عام 1426 حتى عام 1436. بعد وفاة الملك عبد الله خلفه أخيه الملك سلمان، الملك الحالي للمملكة العربية السعودية، وهو يحكم المملكة العربية السعودية من عام 1436 للهجرة 2015 للميلاد حتى يومنا هذا. هذه نبذة بسيطة عن حكام المملكة العربية السعودية، سواء في الدولة السعودية الأولى
أو الدولة السعودية الثانية أو الدولة السعودية الثالثة الذي يحكمها حاليا الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. حفظ الله المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا.